السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. حديثنا النهاردة يا اخوانا عن التعاسة. التعاسة شعار المرحلة لا عنوان به. سألت كتير من صحابي، سألت كتير من أقاربي: أنت إيه أخبارك؟ يقول لك أنا تعيس وحزين. يا ترى المسألة مسألة عامة. يا ترى إيه أسباب التعاسة اللي الناس بتعيشها؟ تشعر إنك تعيس، تشعر إنك أنت حزين. طبعا في أسباب كتير للتعاسة. فعندها لما فضلنا ندور حضراتكم عن أسباب التعاسة اللي الناس حرفيا بتعيشها، يعني الناس عندها حالة تعاسة حقيقية، نسبة كبيرة من الناس كلها تعيسة. ففي حد من الناس اللي بتفهم وقلت له: طب وايه أسباب التعاسة؟ قال إن ده من الأمل. الناس شايفة ما عندهاش أمل. قال اللي كان أمله مثلا إن هو يدخر مبلغ عشان خاطر يشتري مثلا على سبيل المثال شقة جديدة، أو حتى يغير العفش أو يغير عربية، قال له فلوسه ضاعت في الأزمة الاقتصادية دي. قال اللي عنده أمل إن هو ابنه مثلا في الثانوية العامة يجيب درجات كبيرة عشان يخش كلية كويسة، قال مادة الكيمياء جت على كل أحلامه. قالك انعدام الأمل عند الناس والرؤية الضبابية للمستقبل خلت الناس تشعر بالتعاسة. وقال لي ده إحساس حقيقي، وقال لي نسبة كبيرة من الشعب المصري حاليا بيشعر بالتعاسة. فعلا يا إخوانا تحس إن إحنا تعساء. وأجمل إجابة لشعورنا بالتعاسة أو سبب شعور الناس بالتعاسة هي انعدام الأمل وانعدام الرؤية والضبابية. تحس إن حضراتكم إن إحنا عايشين في يعني بلا ملامح، يعني مفيش رؤية لبكرة إيه اللي هيحصل. الناس عايشة وحاطة إيديها على قلبها، مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل. خايف بكرة لما يلاقيش فلوسه، خايف بكرة لما يلاقيش بيته، خايف بكرة لما يلاقيش مستقبل لأولاده. مفيش أكتر من التعاسة. شعور الناس بالتعاسة ده شعور عام، شعور حقيقي الناس بتعيشه. وما قدمناش دلوقتي غير ندعو ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يغير حالنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يزيح الغمة دي عننا. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنا ويرحمنا. إخوانا الموضوع على الناس كلها دلوقتي بتشعر إن التعاسة هي شعار المرحلة. الناس تعساء بسبب انعدام الرؤية والضبابية وفقدان الأمل، وأنت مش عارف إنك أنت ممكن بكرة تبقى إيه. خوف يسيطر على الناس، مستقبل مفيش. الأطفال بتخرج من الامتحانات بتبكي، أنت فلوسك اللي كنت مدخرها ضاعت منك. حاجة غريبة كده، حاجة كده تحس إن الوضع أصبح مقلق ومرعب. وبالتالي شعور التعاسة عند الناس شعور حقيقي. التعاسة يا اخوانا هي شعار المرحلة بلا جدال. واللي عنده اختلاف حضراتكم على الكلام ده يا ريت يكتب لنا في الكومنتات نعرف رأيكم ايه في موضوع التعاسة اللي الناس بتعيشها. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.